أهلا بكم إلى حوار الساعة من جديد. أستاذ فارس، كنا نتحدث عن الاستهداف التركي للاقتصاد السوري. نعم. حدثنا عن الأثر المباشر لهذا الاستهداف على حياة السوريين بشكل عام والأهداف التركية. ماذا تريد تركيا؟ لماذا تستهدف الاقتصاد السوري بهذا الشكل؟ شوفي، هلا بدي أحكي من تجربتي الخاصة كرئيس اتحاد غرف وكرئيس غرفة صناعة حلب اللي هي على حدود تركيا. تمام. منذ عامين تقريبا كان يأتي إلى وفود تركية من رجال أعمال. هي لما كانت العلاقات بشهر العسل يعني كما يقال. لم يدم طويلا شهر العسل، يعني بدأ زواج متعة يعني. نعم للأسف. اللي صار أنه كل أسبوع كان يجيني وفد من 40 ل 50 شخص من رجال أعمال الأتراك من مختلف المناطق التركية. وكان أنا بعرف الوزير التجارة التركي وبعرف وزير النقل التركي لا زالوا بالحكومة. وكان يجوا هدول رجال أعمال أنه على أساس بدهم يستثمروا. ضليت 6 أشهر تقريبا ما خليت مدينة ولا قرية في تركيا ما بعتت غرفة تجارتها وصناعتها بعتت وفد إلى حلب. تمام. أنا كنت أتحمس أنه عم بيجي رجال أعمال أتراك، خلينا نفرجيهم، ناخذهم على المدن الصناعية، نفرجيهم إيش عنا، يشوفوا مشان يستثمروا يعملوا معمل. نقول لهم إنه إذا بتعملوا معمل بسوريا بتبيعوا بالمغرب حسب جافتا، اتفاقية التجارة العربية. يعني إنه إذا بتبني بأي بلد عربي تدخل بدون جمرك بدون جمارك إلى البلدان العربية الأخرى. يعني 300 مليون مستهلك، ولا واحد منهم استثمر. أنا بقول لك استقبلت تقريبا شي 500 ل 600 رجل أعمال، ولا واحد استثمر. ماذا أتوا ليفعلوا يعني؟ ليبيعوا منتجاتهم فقط. هي واحد. نعم. نحن حسينا على الموضوع. النقطة الثانية، بيوم من الأيام نحن عفوا قبل الانتقال للنقطة الثانية، حسيتوا بالموضوع، ماذا فعلتم؟ كنا نحذر الحكومة نعم. إنه هذه الاتفاقية مجحفة مع تركيا. نعم. وقفوا هالاتفاقية، رجعوا العلاقات عادية يعني التجارية. نعم. يعني طبيعية تكون بيننا وبينهم، ما بدنا هالعلاقات الأخوية اللي نحن غير متكافئة، اللي غير متكافئة. نعم. اللي عم تجي على حسابنا نحن. نعم. النقطة الثانية، في عنا بعض الصناعات مثل صناعة الخيوط النسيجية. نعم. هي نحن متفوقين فيها على الجانب التركي، ونحن عم نصدر هذه الخيوط إلى تركيا، وعم نصدر للأسواق اللي كانت تركيا تصدر لهم، وعم ناخذ منهم أسواق بالعالم. خلال يوم بدون سابق إنذار تجي تركيا بتوقف بتوقف صادرات الخيط السورية إلى تركيا، بتوقفها. نحتج، شلون بتوقفوا؟ نحن عنا على اتفاقية انه نحن بنبيع عندكم، انتم بتبيعوا عنا وما بدنا. طبعا هن بتزرعوا انه هذه الخيوط لا تحقق شروط الاتحاد الاوروبي. طبعا انا في انسان احمق بالحكومة السورية ناقش هذه الكذا وما انتبه انه في عنا شيء اسمه شهادة المنشأ الأوروبية وهالامور. يعني كلها تركيا حطت اتفاقية، نحن جينا مضينا بس. هيك صار يعني. فالمهم استغلوا هذا الموضوع، ان نحن قلنا لهم طب نفس الشيء انتم عندكم اسمنت تبعتوا لنا اياه لسوريا، بزمانه وقف لانه ما حقق الشروط، ونحن من طيبه قلبنا جود ويل دخلنا لكم اياه. شو بيجاوبونا؟ ثانك يو، بكل براءة اعصاب. ثانك يو، معامل عم بتسكر. نعم. نحن ما ندخلكم الخيط، بدنا نبعث خبراء فنيين من عنا لنشوف عندكم شو عم بيصير. ايمت بعثوا الخبراء الفنيين؟ نهار الجمعه. فتحوا المعامل نهار الجمعة مشان يكشفوا عليها، وطبعا كشفوا عليها وهي ما بتحقق الشروط التركية ولا الشروط الاتفاقية واللي هو، ومنعوها تدخل. النقطة وين؟ النقطة انه لما بشوفوا صناعة سورية عم بتنافس صناعتهم بيستهدفوها. كانوا يستهدفوها باتفاقية التجارة اللي وقعت معهم. بعدها صاروا بهالأزمة هي صاروا يبعثوا لها لصوص للمعمل نفسه. هذه المعامل كلها هلا انخربت وانحرقت، ومنها جزء كبير تفككت آلاته وصارت بتركيا. عم يعرفوا اللصوص لو اين معمل يروحوا، اللي عم بنافس صناعتهم ما بروحوا على معمل ما بنافس صناعتهم، بروحوا على المعمل اللي بنافس صناعتهم، فكوا الآلات يلا على تركيا. إذا أنا ما عم بعرف ايش عم بحكي، إذا أنا كنت عم أبالغ بالاتهام، البضاعة السورية موجودة. عندهم بنك أهداف في القطاع الصناعي؟ واضح إنه عندهم بنك أهداف.
لما بيجي من اول الازمه، من الشهور الاولى للازمه، ولسه كانت الامور بدرعه وكنا بنتامل كلياتنا انه نحن نحلها كشعب واحد، لما بيجينا نحن ناس لصوص وارهابيين بيستهدفوا معاملنا مباشره، ولسه نحن ما عارفين ايش عم بيصير بسوريا. لسه عم بقول لك هذا الحكي بشهر نيسان، يعني كان صار الازمه 15 يوم ولا شهر. بصير استهداف اغتيال للصناعيين، بصير استهداف سرقه سيارات واغلاقات، اضراب بقوه السلاح. هذا لا يفعله ابن البلد، هذا لا يفعله ابدا شخص حتى ولو كان معارضا، حتى لو كان يحمل السلاح بوجه الدوله، لا يمكن ان يفعل ذلك. يشبه الانتحار الى حد ما يعني. تماما، هذا لا يفعله الا من ينفذ اجنده خارجيه. نعم. طيب، بالحديث عن سرقة بعض المواد وبيعها في تركيا، اعذرني قد أبدو ساذجة في هذا السؤال، نعم. ولكن قد يخطر على بال الكثيرين. نعم. هم يبيعونها بالدولار، أليس كذلك؟ شلون عم بيعوها بتركيا؟ أي. هلا عم يدخلوها بتركيا اول شيء تهريب. أي بداية. يعني اكيد ما يثبتوها على حالهم، يدخلوها بيحطوا عليها جمرك، لانه بتصير اوراق ثبوتيه نظاميه عندهم تدينهم. فإن شلون عم بيعملوها؟ عم بدخلوا البضائع، المنتجات السوريه المسروقه من سيارات من غيرها، عم بدخلوها لتركيا تهريب. يعني ما اقصده انه البعض يعتقد ان وصول التمويل الاجنبي للمعارضه او شراء مواد من المعارضه يدعم الليره بطريقه ما ويؤمن العملات الاجنبيه. البعض يفكر هكذا. هلا في اموال عم تجي بهذا الشكل. نعم. هلا للاسف وصلت الامور انه صار في غشاوه بسبب، طبعا انا بلوم بهالشيء، بلوم فتاوي الجهل والتخلف اللي عم تجي من شيوخ الدين يعني، واكيد استاذ يحيى ابو زكريا بايدني بهذا الكلام. نعم زميلنا. انه انا شفت يوتيوب، انا شفت فيديو عمره اسبوع. نعم. اطلاق الرصاص من 3 رشاشات دوشكا على الطياره المدنيه السوريه الذاهبه الى مصر. وهذه الطياره اكثر من نصف الركاب هم من النساء والاطفال. وحاولوا ان ينزلوا هذه الطياره، يسقطوها من مطار حلب، كانت عم بتطير. وفي تصوير فيديو واللي عم بقوس بالرشاش على الطياره المدنيه، عم بقول له لزميله، بقول له هي طياره مدنيه ما هي عسكريه، انتبه. قال له اسال الشيخ محمد. بحكي مع الشيخ محمد، ما بنعرف مين هو هذا الشيخ محمد. الشيخ محمد بكون ما معه سادس يعني، على فكره يعني اللي عم بفتي. بقوم بقول له الشيخ محمد ايش بقول له؟ بقول له فتالك انه تنزله للطياره المدنيه. عندنا فتاوي بقطع الرؤوس، عندنا فتاوي باسقاط الطائرات المدنيه، عندنا فتاوي بكل شيء. يعني حتى رجال الدين يتدخلون ويفسدون احيانا مسار الحياه الطبيعيه طبعاً. التي تؤثر حكما على المعيشه طبعاً. وعلى الاقتصاد. في صناعيين. نعم. منتجات تسرق، تذهب المنتجات المسروقه الى محكمه شرعيه اسمها. نعم. المحكمه الشرعيه تفتي انه هذه المنتجات بنرجعها بس بدنا مليون ليره. نعم. هناك يعني اساليب للتحايل على الناس. مقابل الدور التركي السلبي وفقا لوجهة نظرك طبعا. هناك دور روسي لا يخفى على احد. طبعا تعترفون بهذا؟ نعم طبعا. الدور الروسي بس ما له دور مخرب يعني، معلش يعني انا لست بعثيا. الا تخشون من ان يكون لها اهداف مبيته وراء الدعم الذي تقدمه؟ اكيد دول عظمى عم تنظر، نحن بالنسبه لهم رقعة شطرنج، نحن بالنسبة له ساحة. روسيا ماذا تريد؟ شوفي، نعم. في لعبة جيوبوليتكس يعني بين أقطاب عظمى، يعني طبعا هي قطبين، ما بقى قطب واحد، صارت قطبين اللعبة. عندهم مصالحهم، الدول عندهم مصالحهم. هلا هذا الصراع بين المصالح الدول العظمى نحن ساحته صرنا للأسف، بسبب أخطاء حكومية، بسبب أخطاء متراكمة، بسبب يعني انجرار البعض وراء فتاوي الجهل والتخلف. نعم. اللي عم تصدر من تعرفي يعني بالقطر وغيره، يعني في كثير عنا للاسف يعني شيوخ. لا نريد الدخول في هذه الزواريب اذا سمحت، يعني نبقى في الاقتصاد. الدول تبحث عن مصالحها. نعم. مصالح الدول تتعلق بانابيب النفط والغاز، ومن اين تمر، ومن اين يعني أي دولة يجب أن تمر بها، ومن تنافس، ومن سيكون لديه حقوق التنقيب هنا وهناك. هذا الموضوع بالنسبة للدول الكبرى مثل روسيا التي تصنع بس ولكن بالغاز الذي في حوض البحر الأبيض المتوسط تماما. الذي يمتد من شواطئ فلسطين وكذلك الدول الغربية مرورا بلبنان وطرطوس، وكذلك الدول الغربية. نعم. نفس الشيء الدول الغربية. ليش الدول الغربية أيضا تغوص في الشأن السوري أيضا من أجل نفس المصالح. بس ولكن روسيا لديها أيضا مخاوف أخرى. مثل ماذا؟ مثل تمدمد الأمبراطورية العثمانية، هذا تخشاه روسيا وتخشاه الصين أيضا. سقوط سوريا بيد
حكومة إسلامية متطرفة على شاكلة حكومة أردوغان، يعني تجعل من أردوغان سلطانا جديدا، نعم. مع أنه لا يستحق أن يكون يعني معلش بياع فجل، معلش تجعل منه سلطانا يعني جديدا. هذا سيجعل هذه المنظمات الإرهابية المتطرفة المتأسلمة على أبواب موسكو وعلى أبواب بكين، لأن لديهم أقليات. طبعا نحن هم يسمونها أقليات بس، ولكن عشرات الملايين. نحن لا نريد إسلاما كهذا. يعني أنتم من الواضح أنكم ناقمون جدا على حكومة أردوغان. طبعا. طيب، تتحدثون دائما عن مصالح روسية نعم. في سوريا. نعم. في أي مرتبة يأتي الاقتصاد على سلم هذه المصالح الروسية في سوريا؟ ما في، لا يوجد. كيف لا يوجد؟ لا يوجد. طلعي على، يعني إذا بتنظري أنت إلى التبادل التجاري السوري الروسي، أو السوري مع إيران مثلا، أو السوري مع الصين، لا يوجد تبادل تجاري؟ يوجد طبعا، يوجد، بس ولكن ليس كدول الخليج مع روسيا 20 و30 و40 مليار. نحن تبادلنا مع روسيا أقل من مليار دولار منذ ما قبل الأزمة؟ نعم. وهلأ طبعا. ومع الصين كمان، نحن ايش بناخذ من الصين؟ ألن يتغير هذا الأمر بعد مرور هذه الأزمة؟ يعني نتمنى أن تمر سريعا. ألن يختلف هذا الأمر وهم يخططون للمدى البعيد، يعني ليكسبوا بسبب مواقفهم السياسية اليوم، ليكسبوا أصدقاء وأسواق نعم. صديقة نعم. في المستقبل؟ هلا شوفي، السوق السوري عبارة عن 23 مليون مستهلك. نعم. وليس مستهلك ثري، يعني ليس كقوة شرائية، ليست قوية. وبالتالي بالنسبة لروسيا، اليوم روسيا أغنى من كافة الدول الأوروبية. روسيا لديها احتياطي نقدي كبير، وروسيا اقتصادها معافى وصناعي. لا يهم هذا السوق الصغير بقدر ما تهم مصالحها الاستراتيجية، أن تصل إلى المياه الدافئة، أن لا تكون هناك حكومات إسلامية. عفوا، ما نقول إسلامية، نحن ما ضد حكومة إسلامية، نحن ضد حكومة متأسلمة، يعني تستخدم الدين إسلاما وشعارا فقط، وتربي اللحى فقط، ولكن مضمونة وأفعالها بعيد عن القيم الإسلامية. تعيد إنتاج ديكتاتورية وطغيان آخر، ولكن يختلف الشعار والعنوان واللحية أيضا. هذا هو يعني. فبالتالي روسيا ضد هذا، فلذلك نحن نتفهم الموقف الروسي. طبعا أكيد الروس عم بيطلعوا لمصالح غاز ونفط وكذا، بس الروس عندهم غاز ونفط. يعني بالنسبة لهم الأهم أن لا تأتي الإمبراطورية العثمانية بهذا الشكل وهذه الصيغة، يعني ليس عن طريق صناديق الاقتراع، ليس عن طريق الحبر، بل بالدماء، بالتخريب البلد، بالغوغائية، بالخطف، بالإرهاب، أن تأتي على أبواب موسكو أو أبواب بكين. طيب، للأسف الوقت بدأ يداهمنا. أريد أن أعرف منك، يعني في حال عودة الهدوء إلى سوريا، ونتمنى أن يكون قريبا، هل يمكن إعادة ترميم البنى التحتية الصناعية؟ كم طبعا سيستغرق ذلك من الوقت؟ كم سيكلف؟ شوفي، أنا تقديري أنه مجرد ما يعود الهدوء نسبيا وليس بشكل كامل، سيعود تقريبا معظم الصناعيين سيعودون إلى منشآتهم المدمرة، وسيعيدون بناءها بفترة من 3 إلى 5 سنوات. هلأ أنا في رسالة بحب أوجهها للرجال الأعمال، أنه مهما جرى يجب أن لا نحمل الضغينة لابن البلد الذي حمل السلاح وأتى إلى منشآتنا، ونقول مثلا أنه نحن ما نوظف ناس من هذه المنطقة، ما راح نوظف ناس. أنا عم بسمع هذا الحكي كثير، وهذا حكي خطير. بسبب ما جرى المعامل بحلب صار في ردة فعل أنه العمال من هذه المنطقة اجوا خربوا لنا وسرقوا لنا وكذا، واهلهم اجوا ونهبونا وخطفونا. ما بدنا نسمي مناطق معينه، يعني نحن لازم نبعد عن هذا التفكير، لازم نتعالى عن الجراح، ولازم نمد الجسور مره ثانيه، ونرجع نعيد اللحمه من اول لجديد. نعم. لأنه أخطر من تهديم الحجر هو تهديم البشر. طيب، هل لديكم خطط لإعادة هذه اللحمة ولإعادة الدور الصناعي إلى مختلف المدن الصناعية في المناطق السورية؟ هلا نحن كان عندنا خطط للتطور والارتقاء بالصناعة السورية قبل الأزمة، هلا حطينا بوز على هذه الخطط. يجب أن تختلف الآن، تتغير. طبعا هلا الأولويات هي للإغاثة. نعم. للإغاثة الإنسانية، إعادة الإعمار، إعادة مد الجسور بين أبناء الشعب الواحد، بين أبناء حلب مثلا وتل رفعت. يعني كيف عمليا على الأرض ماذا يجب أن نفعل؟ يعني هناك أول شيء نطالب الدولة يكون في قوانين مرنة، أنه أنا لا أساهم ببناء مشفى أو مدرسة أو شارع أزفته يجب أن أحصل على حسم ضريبي. نعم. مو بس أنه أنا إذا بنيت جامع
لا نحتاج إلى مزيد من الجوامع، ولا نحتاج إلى مزيد من شيوخ الفتنة وشيوخ الجهل. نحن نحتاج إلى المشافي والمدارس، ونحتاج إلى الأوتوسترادات والشوارع والبنى التحتية. يجب تحفيز قطاع الأعمال الوطني للاستثمار في هذه البنية التحتية، لقاء حوافز. طبعا العالم عم تعمل هذا الشيء لحالها، بس لما أنا بعمله ضمن قوانين ناظمة ومحفزة بصير الزخم بهذا الاستثمار أكبر بكثير. هيك بنعيد اللحمة، هيك بنعيد اللحمة، وما بصير نقول انه والله اجانا مسلحين من هذه المنطقة نحن سنعادي اهل هذه المنطقة. اكبر خطأ هذا الشيء بيصير. هذا بيعمل تقسيم بالنفوس. نحن مشكلتنا ليس بالحجر المهدم، نحن مشكلتنا بالبشر، بإصلاح النفوس. هذا هو واجبنا كرجال أعمال وكرجال دين وكرجال ثقافة وفن وكل فعاليات المجتمع. نعم، نأمل أن تعود اللحمة بين أبناء الشعب الواحد في سوريا، ونأمل أيضا أن تخرج قريبا سوريا من هذا النفق المظلم. رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهبي، لقد أغنيتنا بكل المعلومات التي قدمتها، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وأنتم أيضا مشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.